وفاة الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي بالدار البيضاء إثر خضوعه لعملية جراحية. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي الذي يلقب بعميد الأغنية المغربية الجمعة عن عمر يناهز 85 عاما في الدار البيضاء. وذكرت وسائل إعلام محلية إنه توفى في مصحة إثر خضوعه لعملية جراحية. إنا لله وإنا إليه راجعون. حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية عقب تأكد خبر وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي بعد ساعات قليلة من تداول أخبار متضاربة بشأن وضعه الصحي، لتنطفي بذلك شمعة واحدة من أبرز القامات الفنية التي طبعت الذاكرة الموسيقية الوطنية والعربية لعقود طويلة. وأكد مصدر مقرب من الراحل أن الدكالي فارق الحياة عن عمر يناهز 85 عاما بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة جدا جدا كان يرقد على إثرها بقسم الإنعاش وسط متابعة واسعة من جمهوره ومحبيه داخل المغرب وخارجه. وخلف نبأ الوفاة صدمة كبيرة من الأوساط الفنية والثقافية، حيث عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والتعازي مستحضرين المسار الفني الطويل لصاحب مرسول الحب وما أنا إلا بشر، والأثر العميق الذي تركه في وجدان أجيال من المغاربة والعرب. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وانتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.